السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته الميامين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى إخوة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والخلق الحميد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا مسلك العارفين، وأن يوفقنا لاقتداء بسيد الأئمة والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع كتاب الكبائر للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، واليوم نتكلم عن كبيرة جديدة، وهي من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكرر معنا حديثها، حديث السبع الموبقات، ألا وهي شهادة الزور. والزور الأصل الزاي والواو والراء، هذه المادة معناها العدول والميل، والمقصود بذلك أن يعدل وأن يميل الرجل عن الحق، فهذا هو الزور. وشهادة الزور أن يشهد بغير الحق فيميل عن الحق، سواء في شهادته أو في المشهود عليه. وهذا من أخطر الأمور التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى، ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل شيء عدل به إلى غير الحق فهو زور. قال الإمام رحمه الله تعالى: الكبيرة السادسة عشر شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وهو وصف لعباد الرحمن. فمن صفاتهم أنهم لا يعدلون عن الحق، وإنما هم أهل الحق يرومون الحق أينما كان. قال: والذين لا يشهدون الزور. والمقصود بالشهادة أي إظهار الحكم فيه، لأن ما يقابل الشهادة هو الغيب، هو الشيء الذي لا يرى، والشهادة هو ما يراه الإنسان فيظهر فيه الحق لأنه قد علمه ورآه، فيبدي تلك الشهادة على ما سأتكلم عنها الآن. قال: وفي الآثار عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، أي أنها ساوته. لماذا؟ لأن الآية ما تقول الآية وش تقول؟ لما تبدأ الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم جاء بصفاتهم. وكذلك في الحديث بدأ بأكبر الكبائر وهو الإشراك بالله، ثم جاء ببقية السبع الموبقات. وهذا يا إخوان دليل على أن المعاصي تتفرع عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكما أن الإيمان شعب، فكذلك الشرك شعب. ورب كبيرة ضمت إلى أختها حتى أخرج صاحبها من الملة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لأن الكبائر والذنوب بريد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد في الواقع، حيث أن بعض الناس يتمادى في فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، إلى أن ينكر أحكام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه انغمس في الكبائر، فينكر وجود الله وينكر النبوة، يبدأ يتدرج شيئا فشيئا. هو رأى في الكبائر، ثم يعلل لتلك الكبائر التي يفعلها بأشياء، مثلا القرآن لا يريد كذا، السنة منها الصحيح منها غير الصحيح، منها ما نقل إلينا، ثم يبحث عن أناس يتكلمون في دين الله بالشبه حتى يتمسك بشبههم. كيف هذا أبو هريرة وحده روى 5374 حديث، يبدأ بهذا الميل، يميل، ثم بعد ذلك مع الأيام يجره إلى ماذا؟ إلى الخروج من دين الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان
عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى. كلها ماذا؟ من هذه الأشياء. ولذلك غلت الخوارج، وهي طائفة معروفة في الإسلام، خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، لما كانت الكبائر بريد الكفر وليست هي الكفر، حسبوه بمآله مباشرة. قال: فمن عصى الله فقد كفر. من عصى الله فقد كفر. لماذا؟ لأنه لا يستحضر وجود الله، ولا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير كذا، مفهوم. ومن انتهك حرمة الله إلا لأنه لا يعني أمور ماذا؟ ألزموها هذا العاصي حتى أخرجوه من الملة. ولكن إنسان يخشى على نفسه، فالغلو في الكبائر قد يجر المرء إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا قد يشاهد في الذين ماذا؟ يتعاطى المخدرات أو المسكرات، أو يقول كلاما يكفر بالله سبحانه وتعالى ويخرج من الملة، يسب الإسلام، يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر خطير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. لأن الحنيفية ما معناها؟ لها معنيين اثنين. المعنى الأول الميل. وش كان حنيفا، معناها مائلا عن الشرك. ولها معنى آخر وهي الاستقامة، فهي من الأضداد. أي نعم، كعسعسة، إلا أنهما يجتمعان في هذا المعنى، في معنى توحيد الله. فأنت تميل عن الشرك إلى توحيد الله فتستقيم على طاعته. وهنا جعل الله سبحانه وتعالى قول الزور معطوفا على عبادة الأوثان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. وفي الحديث الثابت: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تذهب له النار. وهذا وعيد، ولو أن الحديث فيه كلام، بل قيل إنه موضوع. قال المصنف أيده الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أي من شهد الزور فقد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لأن الذي يشهد بشيء لا يعلمه ولم يره هذا قد كذب. وهذه شهادة الزور في المجتمع الآن راهي منتشرة جدا، أحيانا في أشياء الناس لا تلقي لها بالا. قال: وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وهذا الأمر الذي يترتب على الشهادة، بمعنى أنه يكذب ويحرم صاحب الحق من حقه. وهذا الحق سواء كان في ماله أو في نفسه أو في عرضه. يشهد بأن فلانا قتل فلان، هذا في نفسه. شكون قتلوا فلان، شفتوا باللي قتلوا وما شافوش. يشهد بأن فلان سلف الفلان دراهم وما سلفلوش. يشهد بأن فلانا طعن في عرض فلان هو ما طعنش. شهادة الزور. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار، وهو غالب ما يكون من شهادة الزور، لأنه لا يشهد في الغالب إلا على مصلحة نفسه، كان يأخذ على تلك رشوة، يدي حاجة مقابل ماذا؟ مقابل أن يشهد الزور. فجر على نفسه أمورا كثيرة، منها أنه ماذا؟ أنه أخذ حق غيره وأكل الحرام، وأوجب لصاحب المشهود له أن يدخل كذلك في النار، لأنه ماذا؟ لأنه جانب في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم. وهذا في باب القضاء، لأن الشهادات تكون في باب القضاء والخلاف. يكون خلاف، القاضي
يجيب من يشهد على هذا الخلاف. وإحنا عندنا في مسألة الخلاف قرائن تفصل هذا الخلاف، من بينها العقود، من بينها الشهادات، من بينها اليمين والقسم، مفهوم هذه، من بينها الأصل، استصحاب الأصل، وهو كون ماذا؟ وهو كون الشيء مثلا في يد الشيء. مثلا في واحد يقول دالي عمامة، لا يقول ما داليش عمامة، تستصحب الأصل. شو الأصل؟ العمامة في يد شكون؟ في يد هذا الرجل، الأصل أنها ملكه، تنطلق من هذه الانطلاقات. وهذا يدخل في باب القضاء. فالقاضي يحكم بما يرى من القرائن، ولا يحكم في ذلك ما يعلم، لأنه قد يكون ما يعلم حقا ولكن لا دليل عليه. القاضي يحكم بالقرائن ولا يحكم في قضائه ما يعلم، لأنه قد يكون الذي يعلمه حق ولكن لا دليل عليه، ما عندوش دليل عليه. لماذا؟ حتى يستتب الأمن والحق والعدل في المجتمع. يجي لي ولد حومتي وانا قاضي ونعرفه باللي خاطيه، مش علقاو في دارو الزطلة، او لقاو في دارو مثلا شيء من هذا القبيل، او اتهم في شيء. انا يا علمي شيء والقرائن والأدلة شيء آخر. فلا يجوز للقاضي أن ينظر إلى ما يعلم، إنما هي القرائن والأدلة هي التي تفصل. ولذلك مثلا ما روي في صحيح القصص النبوي أن قوم من بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام أرادوا بامرأة سوءا وقد أعجبتهم، فرفضت وامتنعت، فشهدوا عند داود عليه السلام أنها فعلت مع كلب، وكانوا 4 شهود، فأقام داود عليه السلام عليها الحد بما كان من قرينة الشهود. أي نعم. ولكن سليمان عليه السلام كان يعلم في حد ذاته أن الحق مع المرأة، لما يرى من تلك القرائن التي يعلمها ولا دليل عليها. فلما خرج داود عليه السلام من باحة القضاء ورأى سليمان يلعب مع غلمان قد فرقهم كل واحد في زاوية، يشوف وليده كل يلعب مع دراري 4، كل واحد في زاوية. أحكم واحد المولاد قال له: وش رأيت؟ قال: رأيت المرأة تفعل مع الكلب. وش قال له سليمان؟ قال له: ما لون الكلب؟ واحد قال: كحل. معك أحكم الثاني، هو صغير سليمان، والله تعالى قد أتاه فهما. قال الله تعالى: وفهمناها سليمان وكلا آتينا. أيوة. فقال الثاني قال أبيض، وقال فتفطن داود عليه السلام، عاود ناداهم وفرقهم. فلما سألهم عن لون الكلب اختلفوا، فقتلهم بما أقام الحد على المرأة. هذا الشيء قد يعلمه المرء، فيه علم، ولكن ماذا؟ ولكن لا دليل عليه. في مسألة اتهام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه بالزنا، وهو المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة قد جاءت في ترجمته أنه تزوج أكثر من 70 امرأة، وكان مطلقا يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق. وقد ذكر من فسر هذا الحديث أنه تكون امرأته، لأنه كان مطلقا يطلق 4 في مجلس، يطلق 4 في مجلس، يجيب 4 واحد آخرين. المغيرة بن شعبة، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا مطلق، زوجوا يطلقوا. فلما وصل إلى زياد بن أبيه وشهد عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان آخرهم، قالوا: وش رأيت انت؟ قال: رأيت كذا، هذاك يدخل في هذا،
رأيت بعينك، رأيت عمر الخطاب وهو يعلم أنه صحابي. المغيرة ما كان الله ليسيء صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني وش رأيت؟ رأيت كذا. والثالث رأيت. فلما جاء زياد قام عمر إليه بالدرة معناتها بالعصا، نضلوا في وجهه، جته رهبة. قال وش رأيت يا زياد؟ قال رأيت استنتنبوا ونفسا يعلو. ما شفتش أنا وشافوا هدوما، شفت راجل فوق مرة، هذا ما كان. شوف سبحان الله، لازم الشهادة تكون. فقال الحمد لله الذي صان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن هذا الأمر. ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه فجلدهم كلهم جلد القذف 80 جلدة، لأنه يعلم أن الصحابي ماذا؟ ما يديش هذاك الشيء، ولكن ما عندوش في ذلك قرينة، ليس له في تلك قرينة، فالقاضي يحكم بالقرائن. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، لأنه جاء في الحديث أن بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض. يدخل يوقف في البارة ويعرف يبلعط ويبكي ويمثل، عنده حجة، عنده تبلعيط. الحجة هي التبلعيط، هي الكذب، يعرف كيفاش يخدع بالهضرة، سواء في حقه في إزالة العقاب عنه أو في أخذ حق الناس. فالقاضي إن لم يكن له النار والعياذ بالله، يعني أوجب لنفسه دخول النار لأنه أخذ حق أخيه بالباطل. كما اللي يدرحوا الكوارط، يدرح الكوارط باش يدي مرسوتيرا، باش الورد يقلبوا، باش يكذب. يا ويلكم من الله سبحانه وتعالى. يرشيوا لي جيج، يرشيوا المجالس، يرشيوا، فهمني؟ يا ويلكم من الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا. وقد أمرتم أن تقيموا العدل بما أمر الله سبحانه وتعالى، بل العدل هي التي قامت عليها السماوات والأرض، هذا الكون هذا، وتحلفوا على المصحف بل تقيمون العدل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. كم من إنسان قد أخذ حقه عيانا غير بالتزوير وشهادة الزور. اليوم خديتها في الدنيا، لكن كاين يوم الحق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قلت لك إن شاء الله جيب معك لباطوني وتعرف جيج وتدخل من وراء الكولسة. مفهوم؟ الكولسة في كل شيء، مش غير في البالون، في كل شيء، حتى في القضاء وفي الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا من الزور وشهادة الزور وأهل الزور. بيننا وبينهم رب العالمين يوم القيامة يفصل بينهم. قال الإمام الذهبي ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. قد أباح ما حرم الله على أخيك. المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، أنت انتهكت له كلش. هذه في أمور يعني سبحان الله العظيم، أمور صغيرة. ولهذا تعجب الإنسان كيف تعلم سادة وترقد. والله ما ترقد، والله ترقد بالمهدئات، ويجوك الكوابيس والأمراض والأسقام والهموم والغموم. فليتق الله كل من أخذ حق لأخ. كاين الله تعالى يوم القيامة، الآن قبل يوم القيامة تعاود تردد الحق هذا. ما يقع الآن نشوف كذلك الفاميليات بيناتهم، الأخ يسطو على حق إخوانه، يجي الأخ يفلسفي قاعد يدي الميراث تاع خوته، يقول لك باللي بابا كتب لي هو ما كتبلوش، باللي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو عرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور. شوف مليح الحديث كي وصل قول الزور عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى قول الزور حذر منه صلى الله عليه وسلم بقاله وحاله لخطورة شهادة الزور.
تقدر منه بالكلام وبالفعل تاعو. كان متكي اقعد بدل لا بوزيسيون تاع القعده تاعو، يهضر على موضوع مهم باش ينتبهوا الصحابه، يجلب لهم الانتباه. تغيير الجلسه فيه جذب للانتباه حتى تركز. مش حنقول لك كنت قاعد نقول لك الاشراك بالله، عقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، لا زال يكررها، قاعد غير يكررها. والصحابة شفقوا عليه، الروح تاعو خرجت، يعني النفس تاعو انقطع مقصوده كما نقولوا حنايا، من النفس تاعو قطع ومازال يعاودها. فقال ولا يزال، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة ورحمة به. يعني ليت النبي صلى الله عليه وسلم يسكت روحه من كثرة قاعد غير يعاودها. هذا التكرار هو شنو؟ توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي أن يكرر نفس الكلمة تقريرا لها. هذا تكرير لفظي ومعنوي وفعلي. كيفاش تحل البركة؟ قول لي يرحم والديك كيفاش تحل البركة. الأذان لعله الأذان شيخ، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان.